اشهر عالمه نظافه في مجال الدمياطي جمع عليها 3 كيلو ديال الميكرووات باش تشارك مع المغاربه الاختراعات ديالها. اغرب قضيه وحاله دازت في المغرب، والسبب يا عزيزي صدق او لا تصدق سم العيالات وحرب النساء اللي فات الحرب البارده. شي كيشرق وشي كيغرب، والمغاربه غير حالين فمهم متابعي الكره فين غادي تمشي. النص وقف مع دنيا باطمه وكيقول مسكينه تظلمات حيت صوتها واعر، والربع الاخر كيقول سعيده ما خصهاش تسمح في حقها تكون دنيا من ما بغات تكون. ايوا الحزب الوطني للاحرار كيطلع بفضيحه تاريخيه كتقول على انه الحزب استغل المعطيات الشخصيه ديال المواطنين اللي دخلوا للسيت ديالهم في الانتخابات، وهذا الشيء غادي يعيق به عضو في البام عبد الله بوانو اللي لقى على انه الحكومه غادي دير سيت الحكومه .gov باش تحسن التواصل بينها وبين المواطنين، والقال بانهم دايرين هذا الشيء والله اعلم باش يستغلوا الداتا ديال بنادم. ولكن بايتاس قال لك هذا الشيء ما منوش، والبام اصلا ما نديوش عليها، واللي غادي نديو عليه في هذه الحلقه هو حمزه مون بيبي اللي كيهم المغاربه اكثر من الدوسي ديال الدعم الاجتماعي. وداك الشيء علاش غادي نشرح لكم علاش باطمه هبطت بجوج دميات بكل رقه واناقه، وعلى السيده شرف اللي فيها مهنها. المهم عندنا ما نديرو بالحبس حيت الحلقه لا تناسب الجمهور البالغ. حيت من الاخر هاد التخربيق كامل غير تبرهيش. وقبل ما ندخلوا لعلاش وكيفاش ونفصلوا هاد الصداع الراس اللي حرق ليا الخلايا الدماغيه، ديروا فولو للباج ولا سبسكرايب وفعل الجرس باش يوصلك الجديد. قبل ما نوصلوا لكيفاش العلاقه بين سعيده ودنيا غتوصل لهذا الشيء غير خصنا نرجعوا ل 2016 واللي كانت فيها البدايه ديال كونت حمزه مون بيبي. هذاك الانسان اللي هو حمزه مون بيبي بزاف ديال الناس انا عجبني فيهم الصراحه، انا كانوا كيستاهلوا كيديروا البراءه على الناس وبزاف ديال الحوايج، ولكن كيعطي الكل ذي حق حق. شهر بيا من مزيان انا كون قال لي تعرف حوايج كنت عارف تصورت معاه ما كاينش مشكل. وي كيف ما قلت لك كان كيوصلني تثبيت في ذاك الحساب، تثبت عائلتي. كيقولوا عمر هكا شويه تيجبدو انا هضرتي من حاجه اخرى، فهمتي؟ الا كانت هي بصح زعما غنكون بوش بي. هذا الكونت كانت عنده اكثر من 17 مليون مشاهده، وبنادم كان متعلق بهذا الكونت لجوج ديال الاسباب. اولا حيت كان كيدير الخير وكيفرق القفاف في رمضان وكيعاون الناس، وثانيا حيت كان كيهجروا البنادم وكيحطوا بوجهه، الشيء اللي خلاه يتميز بمزيج خطير من المصداقيه. من الضحايا الاولين ديال هذا الحساب هي سلطانه اللي بدات كتهاجم فيه لمده عامين على التوالي، بحيث انه من بين الاتهامات اللي وجهها لها هذا الحساب هو انه عندها ايد في شبكه ضاره في مراكش. عييت ما نقلب يكون شي حساب تيبتز المشاهير وتيدير هادشي اللي تيدير، يعني الحساب الخبيث ما لقيتش. تعرضت لبزاف ديال شويه تشهير تصوير اللي بغي، يعني ممكن تقولوا ان داكشي اللي تعرضت ليك وكان شي وحده اخرى في بلاصتك وراه يمكن تحرت. نشروا بزاف ديال الحاجات وحاولوا يوسخوا سمعتي ويشوهوني باي طريقه. كانوا عندهم واحد الاساليب شيطانيه، تيلصقوا شي مع شي، تيديروا يعني صور مفبركه، اصوات مفبركه، تيلصقوا فويس مع فويس ويصيفطوه للناس الاصدقاء ديالهم يقولوا لهم هذا راه تيقولوا عليكم. يعني حاولوا ما امكن ان هاد السيده اللي سميتها سهام ملقبه بالسلطانه يدمروها باي طريقه. المشكل الاول ما بين حمزه مون بيبي وسلطانه. شكون هي سلطانه؟ اللي بدون اسم بغيتي تقول؟ لا هذيك السيده غير متطفله على المجتمع المغربي، سي اون بي دير سا. سكينه جناح الملقبه بغلامور والملقبه بحمزه مون بيبي. لو كونت حمزه مون بيبي ماشي غرو، لو كونت ديال انسان واحد ديال شخص واحد. هذا المشكل ديال سلطانه غيبدا مع سكينه غلامور بعد ما تواصل معها مول الحساب وقال لها راه سلطانه كتهضر عليك بالخايب، وفاش هي مشات واجهتها بحكم انهم صحابات. سلطانه تعاملت معها بطريقه اللي استفزتها، الشيء اللي خلى غلامور تحقد عليها نوعا ما. ومن هنا غادي تكون بدايه سكينه مع هذا الحساب اللي وصفته بانه ذكي لابعد الحدود، بالرغم من انه خرج عليها ولكن باقا كتعترف به. والا بغيتوا تعرفوا عليها اكثر غادي نخلي لكم اللين ديال الحلقه هنايا. شخصيته كيفاش دايره؟ تري انتيليجون. الضحيه الثانيه كانت هي مريم سعيد اللي كل شيء عارف القصه ديالها، ولكن نعاودوها بالزربه للناس اللي ما عارفينهاش. المهم هذه السيده كانت في الطوب ديال المجال ديالها في ام بي سي، وكجزء من خدمتها هضرت على الموضوع ديال دنيا باطمه والطريقه ديال الترك وعودات استقبلتها. وداك الشيء علاش الناس بداو كيقولوا ياك ما دنيا حقدت عليها حيت زعما بنت بلادها وجابت العدوه ديالها، ولكن هذا الشيء كيبقى غير تاويلات. بنت بلادي وعزيزه عليا، ولكن كنت يعني كنعاتبها علاش؟ لانها مجموعه ديال البرامج اللي هما ايتي بالعربي او غيرهم كانت كتكلم عليا بواحد الطريقه كتوصل الصوره ديال دنيا باطمه بطريقه غلط. يعني حتى ما كتسولنيش، ما كتهزش التليفون وتسول بنت بلادها هل فعلا هذا الشيء واقع ولا لا. ومريم كانت كتقسني بزاف، بامكانها كانت توقف واللي حداها هو يتكلم على دنيا باطمه. مع الترك فاجأت الجمهور برسالة خطية أرسلتها لمجلة سيدتي كذبت فيها كل ما جاء على لسان دنيا في اللقاء، وتحديدا حول علاقتها بأولاد زوجها واتهمتها بتزوير الحقائق. لحد الآن لم يخرج أي رد رسمي من محمد ولا دنيا حول هالأخبار، لكن أكيد احنا بنتمنى أنه القضية كلها تنتهي على خير. المهم مريم كانت غتزوج برجل الأعمال المغربي كريم ضفير اللي ساكن في ميريكان، وهو نيت صاحب سيمو بن بشير الإعلامي الشهير اللي حتى هو ساكن في ميريكان. والكونت تقريبا 3 ايام قبل عرسها غادي ينشر ليها التصاور على اساس كانت كتفسد مع الخليجيين ولا كدير شي حاجه اللي خايبه، ولكن هي كتدعي البراءه. وكلشي اتهم سيمو بن بشير بانه عنده يد في هذا الشيء حيت ما عندوش معاها. كيفاش انت تكوني جايه من عائله جد فقيره، الفقر ماشي عيب، هذا الشيء ماشي عيب، ولكن ما تمجيش وتعطي صوره واحده اخرى للناس، لان الماضي ديالك غيلاحقك. مي انا قلت على الاعلاميات، هضرت على الاعلاميات الخليج السالير ديالهم 5000 دولار. كاين واحد اخرات ماشي هادو اللي باينين ويديروا ستوريات ويديروا هذوك لي فواياج وديك الشيء يمكن لك تشري ب 1000 و 5000 دولار. هذا الشيء اللي قلت انت الفيلات والديور
فواتور اوتوموبيلات مليونز لمليون. من اين لك هذا يا حبيبتي؟ ولكن ما تجيش تقولي للناس انا ناجحه انا فاعله انا سندير الاشهارات. ندوزو للضحيه الثالثه او بالاحرى ثالث واحد تقدم بشكايه ضد هذا الحساب في الاواخر ديال 2016 واللي هو محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الانسان. محمد غادي يقصد الفرقه الوطنيه من بعد ما تصدم فاش لقى تصاوروا في انستغرام وسناب شات بحيث انهم كانوا كيهاجموا اعضاء المركز من بينهم محامين كبار وقضاة. وهو قال انه السبب علاش بدا كيتهاجم هو انهم كانوا دايرين تحقيق على الاستيلاء الغير قانوني للعقارات. اللي غادي يصدمكم كيف ما صدمني هو انه المديمي غادي يتشد في 2021 وغيتحكم عليه ب4 سنين اللي غادي تخفف ل2 ونص. والتهمه كانت وسمعوا مزيان هادي تحريض على المساس بالوحده الترابيه للمملكه لانه كان كيوصف الصحراء بالغربيه وكيقول انه العيون محتله. وهذا الشيء علاش كاين اللي كيقول انه حمزه مونبيبي بغى يفضحوه حيت هو كان كيدافع على المغرب وعلى الملكيه. تهم اخرين توجهوا للمديمي بحال محاوله النصب والابتزاز والوشايه الكاذبه وبث وتوزيع وقائع كاذبه والتشهير. في نفس الوقت تقريبا سائده شرف حتى هي بلغت على الحساب. ولكن قبل ما نبدا لكم على اصل المشكل بين دنيا وبين سائده غير خصني نشرح لكم على الخلاف اللي وقع بين ابتسام تسكت وسلمى رشيد ودنيا باطمه. من الاخر هذا راه غير السم ديال العيالات حيت راه ما يمكنش شحال هربوه ليا. كتبقى تقول بنادم كيكون واصل في حياته وبسبب العقد ديالو كيخسر على راسو كلشي. المهم بلا الغاز ابتسام ودنيا ناض بيناتهم مشكل اللي ابتسام براسها ما عرفاش علاش. وبالمناسبه حتى هي تاتاكات في الحساب بجوج كانوا صحابات وكيدعموا بعضياتهم حتى فجاه بداو كيهاجموا بعضياتهم والسم بدا كيدوزوه غير من تحت الدف. وهذا الحقد غيدوم حرفيا لكثر من 5 سنين. ابتسام قال لك انا غير تبعد عليا شرها بركه عليا وباغا غير التقار خاصه فاش دنيا ما عجبهاش الحال حيت مومو قارنها بابتسام من ناحيه الجمال ما عرفتش علاش. نبغي نقدم لك واحد النصيحه ما تنسايش الناس اللي وقفوا معاك طبعا وخاصه دنيا باطمه اللي كانت مساندتك الرسمي في دار اكاديمي. طبعا اكيد على راسي دنيا باطمه صديقتي. دنيا باطمه نهضروا عليها ولا بلاش؟ ماشي مشكل معايا علاقتك معاها بحال قلتي دابا معايا وخليها دابا تزاوب. شوف خذ انت 4 ساعات وجاوبي شوف انا ما كيما عنديش بغيتي. مشكل. كلام دنيا شنو هو الخلاف ديالك مع ابتسام تسكت اللي كنقراو عليه بزاف في الانترنت؟ الخلاف ديالك مع ابتسام تسكت تسكت هو موضوع صغير اعطى اكثر من الحجم ديالو. من الافضل اننا نسكت على هذا الموضوع. مشاكل مع حتى شي واحد واخا يكون شي واحد يجبدني او عنده مشكل معايا انا ما مسالمه الحمد لله ربي خلقني مسالمه. دابا داري دابا انا غنجاوبك دابا جاوب اخويا. دنيا باطمه ابتسام تسكت جميله ولكن دنيا باطمه كفنانه او صوت وكل شيء تبارك الله عليها. هاد المرات كيكونوا معنا فنانين كنجيب لهم تصاور الفنان كيقولوا زعما شكون كتفضل من ناحيه السين من ناحيه زعما اكثر كوتي زعما كوتي فيزيكمون يعني فيزيكمون حيت كنديروا التصويره مع التصويره. واحد الوقيته بقى هو كيعزل بقيتي انت حتى تحتي انت ودنيا باطمه ياك فاش تحتي انت ودنيا باطمه قال هو ابتسام تسكت هو وصلوا تهديدات من بعد دنيا باطمه اللي بان وصلوا انا بير وقالنا غثو كذا علاش عزلنا علاش زعما يعزل بيني وبينها وكذا. لسبب ما كانت الدنيا داخله في صداع مع محمد عساف بسبب المقارنات وشي حوايج تافهين لابعد الحدود. كل واحد باغي يثبت راسو ويبان كلاس وما عندوش مع التبرهيج ولكن في الاخير كتلقى الميساج كيدوز غير بين السطوره. لا في حقد من قلبي تجاهك ولا اي ضغين ولا اي مشكله. الله يوفقك وسبي مثل ما بدك واعملي اللي بدك اياه بالاعلام والله ما انا ملاحق ولا رد عليك. وقال ان دنيا باطمه طلعت قبلي بس شنو سوت للفن؟ شنو سوى هو؟ انا اذا بسوي ديو اسويه مع نجم اتكلم عن النجوم صف اول مو فنان مبتدئ. واضح جدا ان محمد عساف دايما رده دبلوماسي ده غير انه معروف عنه انه ما عندوش اي مشاكل مع حد من الوسط الفني. المشكل اللي لاحظت واخا ما كنعرفش بزاف على دنيا حتى جيت ندير عليها هذا الفيديو هذا هو انه دمها حار ودغيا كطلع ليها النقشه وهذا الشيء كيخليها تطيح في الفخ حيت هي كتولي تبان مسمومه والاخرين ملائكه وكتنوض الدنيا تجاوب وكتبعها ابتسام باش تدافع عليها وكيوليو بجوج بهم كيبانوا شروطيات وديال المعاطيه. اختي ابتسام من الناس اللي اول ما خرجت وهي معايا ما خلات حتى شي واحد فين يهضر اللي قال عليا كلمه خايبه تجاوبوا. ماشي غلط ابتسام بقات تجاوب حتى هي. لا ماشي غلط لانه الانسان الا ما جاوبتيش عاد كيزيد يكثر. على دنيا حسن اكثر وحده كنعرف شكون هي دنيا باطمه ما كنشوفهاش اختي كنشوفها بنتي يعني هي انسانه طيبه جدا وكتبغي تعاون الناس. اللي جبدني كيلقاني فقط نقطه وانتهى اللي كتفوت عام الاولى من الاخر دير فيها لا كلاس وهي ديغولاس باش غيجي شي حد يعيرك غتسكتي ليه. والفز كيقفز عرضت عليهم دارت الواجب وهي ديما كتوقف مع ولاد بلادها كنتفاجئوا كيجيو كيقولوا سحور مسحور المهم قالوا شي هضره بزاف الهضره وصلاتني. كنشوف شي سنابات عواد كترمي الهضره حتى انا جاوبت بنفس الاسلوب واخا دنيا ما بقاتش كتجاوب الناس ولكن انا نبقى نجاوب. ما غاديش نعاود لكم على المشكل ديال دنيا مع سلمى رشيد ورجاء بالمير حيت تقريبا نفس الحوايج التافهين كيتعاودوا وهما نيت اللي جابين الصداع بيناتهم ولكن هذا الشيء غادي يخلي المشكل ينوض بين دنيا وبين سائده. وقبل ما عاوتاني نقول لكم علاش حيت هذا الشيء مرون كيخصني نعاود لكم على فاش سائده تهكا ليها كونت انستغرام ديالها. غينوض الصديق ديالها يوريها واحد الهاكر من اكادير من بعد ما
باطمه وراتو ليه واحد السيده من الصحراء. المهم هادشي التفاصيل كنعاودهم لكم غير باش تبقاو شادين الحساب معايا. غتواصل سعيده مع الهاكر اللي سميتو اسامه اجمي. قال لي غادي تصيفطي لي الباسبور ديالك، البطاقه الشخصيه ديالك، وانا لا اثق في انسان. اللي ضعفني هو انستغرامي، فقلت المهم غنرجعو في الاول والاخر، وهذا ولدي يعني ما غاديش يبغي يضرني اش بيني وبينه، ما عندي معاه لا مشاكل لا والو، وخاصه انه هاد اسامه يعني من طرف ماجد، وهاد السيده حتى هي في العيون ما اعتقد انه ما غاديش تضرني، ما عندي معاه حتى شي مشكل. من بعد ما عطاتو الوثائق اللي طلب ليها فعلا اسامه رجع لها الحساب ديالها، وتما فين غادي تولي سعيده كتثق فيه مزيان وغادي دير ليه ديديكاس من بعد ما طلبها منها. هادشي اللي وقع كان ايام قليله قبل الخطبه ديال سعيده. اجي بعدا باقي مركزين معايا ياك حيت هادشي عارفه كيدوخ. سعيده كتقول انه في 2017 فاش بغات تزوج دارت خطبه على قد الحال وعرضت غير على الناس المقربين ليها، وداكشي علاش ما عرضت لا على دنيا ولا على سلمى ولا على ابتسام، حيت من الاخر خافت لي يريبوا لها الحفله. وداكشي علاش قالت خلي حتى ندير العرسه بعدا، وحتى الا تجمعوا تما ما غاديش يتلاقاو حيت غادي يكون بنادم كثير. حتى كتفاجئ فاش كتفيق في الصباح على انه الكونت ديال حمزه مون بيبي كيهاجمها هي وراجلها، ومن تما غادي تبدا المعاناه ديالها مع الحساب اللي ولا كيتهمها كيف ما كتشوفوا بان حملات قبل الزواج وانه لا علاقه ليها بالصحراء حيت هي من قلعه السرغنه وغير كبرات تما، وعاد بداو كيقولوا لها الشرفه والبقره، وفين ما السيمو يبغي يهضر عليها كيقول عليها غير البقره. وحده اخيرا بغات تجبدك وجبدت نساء انا، عندك شي ميساج ليها ولا الميساج ديالي نبدا بها انا الاول؟ اخويا انت كفايه. انا قالت لك غتفكرني نهار عيد المراه بورده، انا غنتفكرها نهار عيد البقرات بواحد الطور باش يجمعها، باسكو ما بقاش راجل معايا طلقات مع شحال من خطره، ما بقاش راجل يجمعها، غنجيب لها طور معايا عندها واحد النص طور باش يجي يجمعها. انا شحال من ساعه كانت كتجيني في راسي كنقول راه سيمو هو حمزه، كميه الشر اللي فيه تعادل حمزه مون بيبي. شتي النهار اللي نعتني بالبقره وجلس كيقول مجمع مع يعني فنانه اخرى. في الفيرسون ديال دنيا كتقول انه المشكل كان بسبب سعيده شرف اللي ما عجبهاش الحال انه دنيا لبسات الملحفه وقالت بلي ما جاتش معاها، وكانت دنيا صرحت من بعد واحد المهرجان كانوا فيه بجوج انه سعيده شرف ما جات تحضر حتى الدقيقه 90، زعما راها ما عطياش اهميه لخدمتها وفيها نوع من الاحتقار للمشرفين ديال الحفل. سعيده كتقول انا جيت في الدقيقه 90، كيف يعقل انه انت كان عندك حفله في نفس النهار وكنتي في اخذ كافتو قبل من دنيا باطمه، انك تجي في اخر لحظه، ولكن ما تقوليش فلان جا في اخر لحظه ماشي في اخر لحظه. ما معنى دقيقه 90؟ يعني مشات في اخر لحظه. دابا نرجعوا للهاكر اسامه. سعيده بعد ما حلت المشكل ديال انستغرام كتفيق حتى كتلقى عاوتاني انه الحساب كيتهمها بانها انفصاليه وكتدعم البوليزاريو، وحاطين واحد السكرين شوت وهي دايره جيم لواحد البوست اللي كيعايروا فيه المخزن حيت دازت الطوموبيل ديالهم على واحد الصحراويه من بعد ما كانوا واقعين احداث شغب في العيون كنتيجه لفوز الجزائر بكاس افريقيا. وهذا الفيديو ماجد اللي هو الصديق ديال سعيده شرف اللي كان ورا ليها الهاكر هو اللي كان بارطاجيه، ولكن اللي صدمها هو كيفاش هي دايره ليه جيم وهي اصلا ما دايرهاش، يعني بغات تقول انه شي واحد اللي دارها لها بلاصتها باش هي تبان بحال هي اللي دارتها. هي ما شكاتش بزاف في الهاكر ولكن غتبدا تسائل فاش غادي يقول لها ندوي لك مع مول حمزه مون بيبي باش يفرقك عليه، حيت راه سبق ليا درتها مع نهيله باربي والمشكل تحل. ولكن فوقاش غادي تعيق هو فاش داك صاحبها اللي هو ماجد غيتواصل مع واحد الهاكر خليجي وغيكتشف بلي لي كونفرساسيون كيتمسحوا وماشي سعيده اللي كتمسحهم. سعيده شرف ليست غبيه بان تدعم اي انفصالي، سعيده شرف الوطنيه فيها من دمها من صغرها حتى لكبرها. من بعد ما كثروا الشكاوي ضد هذا الحساب الفرقه الوطنيه غتبدا تستدعي واحد بواحد، واولهم سكينه جناح من بعد داك التصريح اللي دارت، ومن تما غتسهل المهمه حيت غيبدا يتجبد لهم واحد بواحد في التحقيقات اللي دامت لمده 3 شهور، وفي الاخير غيتوصلوا المتهمين اللي كان من بينهم عدنان والفراري المراسل سيمو ظاهر واللي اكد هاد الهضره هادي هو النيبه من بعد ما حصلوا كيصوروا بلا اخبارو وكيربح الفلوس صحاحين على ظهره. وصلت به درجه الحقاره لانه بدا كيحط حتى التصاور ديال بنت النيبه، بالاضافه لانه كانت معاهم شي وحده اخرى اللي سميتها صوفيا الشاكري اللي تحكم عليها ب 10 شهور وما عرفتش صراحه شكون هي. ابتسام باطمه ودنيا باطمه بجوج بهم تعطاهم عام ديال الحبس، عائشه اياش تحكم عليها بعام ونص. والصدمه انه في التحقيقات عائشه غتعترف باللي هي وسيمو بن بشير وابتسام باطمه هما اللي كانوا كيسيروا الكونت، وداك الشيء علاش صدرت مذكرات بحث دوليه في حق بن بشير وباقي ما تشد. بالاضافه لانه ديك سلطانه اللي كانت دعاتهم اول وحده حتى هي غادي تشد في الحبس لمده 4 شهور وسحبتها لمده 10 شهور حيت من الكلخ ديالهم ناضوا كيصوروا المحاكمه لايف. دابا غتقولوا لي ايوا الا ابتسام كانت من الاعضاء الرئيسيين علاش نيضه دنيا كتقول انه القضاء برئهم بجوج؟ بكل بساطه وللاسف دنيا وضحت غير النص ديال الحقيقه وقالت غير التهم اللي تحيدوا وماشي اللي بقاو. هو فعلا هما ماشي مالين الحساب، ولكن هذا الشيء ما كيعنيش انهم ما شاركوش في الاذيه ديال الناس الاخرين، بحيث انهم وكيف ما كتشوفوا كيبان على انه دنيا شاركت في الدخول لنظام المعالجه عن طريق الاحتيال. ونظام المعالجه بلغه بسيطه هو اما بيسي ولا تليفون واي حاجه فيها اسلاك الاتصال واللوغاريتم، وهذا الشيء كيعني انه دنيا اما كان جزء منه ولا كانت كتدخل وتخرج منه مره او حتى الا دخلت الحساب غير مره واحده على الاقل. ويقدر هذا الشيء يعني انه حاولت تدخل التليفون ديال شي وحده من الضحايا، حيت هذا الحكم هذا عنده بزاف ديال المعاني. فمثلا
مثلا سكينه كيقولوا صراحه ما عقلتش واش هي اللي قالتها نيش ولا سلطانه انها هزت التليفون سرقاتو سلطانه وهي فين قرات ديك الكونفرساسيون ديالها مع شي واحد اللي سميتو حمزه اللي كانوا كيهضروا بيناتهم، وداك الشيء علاش سماو الحساب بحمزه مون بيبي. ندوزو للتهمه الثانيه اللي هي بث وقائع كاذبه باش تادي الحياه الخاصه الناس بهدف تشهر بهم، وكنظن هذه باينه. ثالثا هي نفس التهمه بحال اللي دايرها واحد اخر ولكن واخا هكاك هي مشاركه فيها. في ستوري ديال ابتسام حاطه اللين ديال شي واحد كيشرح بلي سعيده براسها ما قالتش الحقيقه كلها، وفاش بديت كنسمع شنو كيقول غنلقى على انه كيتهمها بانها ضد النظام بحكم انها مشات لفلوريدا كنظن وتلقات بتحفه اللي قال على انه كيسب الملك والوطن والمغرب وكل شيء. كندخل نشوف تحفه غير بالصدفه وكنلقى على انه كيهضر على الهضراوي وكيفاش كيضرب ليه في الوطنيه ديالو وانه كل شيء تقلب عليه. المهم هذه غير واحد الملاحظه اللي زدتها لكم حيت راه حبسوا لي العقل، وصراحه ما فهمتش اش جاب شي لشي. وسمعت الروايات اللي كاينه في الفيسبوك خائن والسبان، انا غير كمتتبع خائن والسبان فيه. انا ما كنفتح الصباح التليفون كنلقى حدا المسؤولين ديال الدوله في هذه شنو سلك دبلوماسي وكيس في الصحراء وشارك في مسيره والغايه المغربيه وفيديو فيه كيقول الله الوطن الملك وقال لك حنا مستعدين الدماء على شعار الله الوطن الملك. وكذلك نحن هنا لقطع الطريق على بعض الاطراف التي حاولت ان تستغل هذه القضيه للضرب في اجهزتنا الامنيه وللضرب كذلك في سمعه بلدنا الحبيب. بكل صراحه نحن شعارنا في هذه القناه قناه تحفه الشو كل من ينازعنا وطنيتنا وبلدنا ومملكتنا. بالاضافه لانني لقيت على انه اليوتيوبر اللي طاقات ابتسام كيدافع عليها بحكم انه مول الكونت سبق ليه وسبها. ندوزو دابا لعلاش سعيده دات هاد الندوه وهاد الهيلاله كامله. بكل بساطه دنيا كتقول انه سعيده دعتها وداك الشيء علاش غادي تمشي للحبس، وسعيده كتقول انه هي ما دعتهاش وانما هذاك كان غير محضر استماع وماشي شكايه، وقالت لدنيا انه ما خصهاش تلمع صورتها على حساب سعيده. انتم في نظركم اللي كتعيط الفرقه الوطنيه او البوليس كيديروا لكم محضر استماع ولا ما كيديروش؟ فالفنانه جبدات واحد الورقه قدامكم ودارت هكا وقالت لكم شوفوا راه سعيده داعياني، هذاك كان محضر استماع كضحيه الشكايه اللي دار المركز الوطني لحقوق الانسان. انا الى لقاوني يا الناس ويا المنابر الاعلاميه ويا كل شيء غنهضر معاها بالخشيبات، الى لقيتوني فهاد الشكايه اللي قالت لكم الفنانه انني درت بها فكنتنازل عليها جمله. انت كتشوفي فيا انت اللي خرجتيني وانت اللي جبتيني هنا، كل ما جبدتينيش واستعطفتي بالطريقه اللي بغيتي انا معاك ندعي ربي، ولكن ماشي تجيبيني انا هنا تلمعي الصوره ديالك وتخسري صوتي عند الناس. ما يمكنش تخرجي قولي الحقيقه مرحبا. نقطه اخرى بغيت نشير ليها حيت بزاف ما فهموهاش، وهو انه في الندوه سعيده ورات واحد سكرين شوت ديال الهضره اللي كانت بين دنيا وبين حمزه، واللي فيها حمزه مصيفط ليها التصويره ديال راجل سعيده وكيقول لها راه راجلها كان كيبيع الحوايج في الزناقه ديال نيويورك وساكن في بيت وحده مع الدراري، وهي جالسه كتقول ليه مالها على هاد الزويجه وويلي وما نعرف داك التخربيق. المهم انه خرج واحد الموقع اللي شاركاته دنيا تحت عنوان دليل دنيا باطمه بريئه. علاش؟ حيت التصويره ماشي هي اللي صيفطاتها ليه وانما هو اللي صيفطها ليها، وهنا فين كاينه الخطوره ديال الامر. علاش؟ لانه ماشي المهم شكون اللي صيفط لشكون، المهم هو ان هذا الشيء وقع بغض النظر على شكون اللي رسل الصوره. قال لكم السي القاضي ماشي انا، قال لكم وحيث ان المحكمه من خلال ما سطر اعلاه وبعد دراستها لاوراق الملف، وحيث ان المحكمه من خلال ما سطر اعلاه وبعد دراستها لاوراق الملف ثبت لديها وتولد لديها الاقتناع الصميم بكون المتهمتين بتاكيدهما تمهيديا وامام النيابه العامه كذلك امام السيد قاضي التحقيق تواصلهما مع مسير الحساب في العديد من المرات وكذلك مع المدعو اسامه العجمي التنسيق معه على مهاجمه وقرصنه وتدمير حساب كل من يسيء اليهما، كونه يقوم بمهاجمه اسرار كل من يقوم بالاساءه اليها من خلال مده بمعلومات عنه، وهو ما تم مع كل من سعيده شرف وسهام باده وباقي الحسابات التي كانت تنتقد جميع افراد عائلتهما، وانهما تكون تمنعانهما من ذلك رغم علمهما به بل احيانا بمبادره منهما، فضلا عن تاكيدهما انهما على علم بان عائشه عياش قرصنه حساب سهام باده، كما المتهمه دنيا تواصلت مع مسير الحساب بخصوص زوج سعيده شرف بغض النظر عن من يرسل لمن، فان مجرد التواصل معه بهذا الخصوص يجعل منها مشاركه لمسير الحساب. وبهكذا كنكون وصلنا لاخر الحلقه. ما تنساوش تخليوا لي الراي ديالكم في التعليق كيف ما كان، ونخليكم مع شنو قالوا المتهمين على راسهم، بالرغم من انه سميره الداودي برأت الدنيا على انها تكون هي مولاة الحساب كيف ما كانت كتقول في الاول، وحتى الدوك صمد قال على انه تايق في ان دنيا ماشي هي حمزه مون بيبي، حيت للاسف خرجوا ليه التصويره ديال المسعوده ديالو وكلشي شافها، وكنحط واحد التصويره فين خسروا ليه وجهه بلاصه، وناض الحساب ديال حمزه مون بيبي قال على انه دار عمليه ديال التجميل وما بغاش يقولها، وعلى انه ماشي طبيب ديال بصح وما عندوش حتى الدبلوم، الشيء اللي خلاه يوري الدبلوم ديالو للناس، وكل شيء كان بالدلائل. وكانوا بزاف اخرين بحال الدوزي اللي قالوا انه كان كيستغل البنات من بعد ما اعترفت المساعده ديالو بهذا الشيء، حيت اللي وقع هو انه تزوجات بلا ما تقولها للدوزي لانها كانت خايفه منه وما عرفتش صراحه علاش. المهم نتمنى تكونوا استمتعتوا بالحلقه وتكون للعبره ماشي غير للفرجه، حيت الجهل بالقانون ما غاديش يعتقك، وللاسف كنشوف دابا بزاف كيستغلوا الضعف ديال القانون الرقمي وكيرتكبوا بزاف ديال الجرائم، حيت بالنسبه ليهم ما حد ما جاش ضربك ولا
لا شفرك فراه ما دارش شي جريمه فعليه. وهذا الشيء اللي كنشوفوه في بعض الصفحات الفيسبوكيه اللي كتلوح تصاور مستفزه لبعض المشاهير بلا ما يفكروا باللي فعلا القانون ولا كيعاقب على هذا الشيء، خاصه في هذه الاعوام الاخيره اللي كيحاولوا فيها على انهم يتفوقوا في المجال ديال الجرائم الرقميه لانه الضحايا ديالو فعلا كثار. الانسان كيتهمك بانك انت تمارسي النصارى، تمارسي الوضع، انت قاتله الاب ديالك، انت نصابه، انت كتدي البنات من المغرب، تصاوري عريانه، البعض منا كان مفبرك، البعض منا انا كنت كنحطها قبل ملي كانوا كيدوني لان انا من النوع اللي ما كنبغيش ليه داك. كنجبر راسي انا كنتهاجم عند الاخت ديال دنيا باطمه، انا ما جبتش دنيا باطمه، انا ما عمري هضرت على دنيا باطمه كاع، انا دنيا باطمه خدمت معاها ملي جات من ارب ايدل، ما عمري هضرت عليها حتى في السوق، ورغم بانني كان عندي احساس مور ديك الهجوم ديالها وخرج حمزه مونبيبي كان عندي احساس بان كاينه شي حاجه تما. تعرضت بحال بزاف ديال الناس الاشياء، انا من الناس اللي متضررين واللي تعرضوا للتهديدات.